السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبابي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اولا كده انا بشكركم جدا لكل من قدم لي واجب العزاء. يعني مش عارفة اشكركم ازاي، ما كنتش عارفة يعني كمية الناس اللي جت عزتني في جدتي وسألت عليا. حتى كان في ناس كان ليا سنين ما سمعتش صوتها، فسبحان الله يعني. الحمد لله على كل حال. اتمنى منكم الدعاء بالرحمة لجدتي. عايزة اقول لكم ان جدتي دي هي اللي مربياني انا واخواتي. كنا يعني انا بيت جدتي دي ام امي. بيتها قريب جدا من بيت امي، فبصوا كنا عايشين عندها خالص. فربنا يرحمها برحمته يا رب ويحسن نزولها ان شاء الله، اللهم امين. فدعواتكم. الفيديو ده للامانه مصوراه كان قبل حاله الوفاه بتاعت جدتي، يعني قبلها في اليوم اللي قبلها على طول. فهنا كنت هعمل اكله كده اتطلبت مني، فحبيت ان انا اعملها لهم كده، ويعني البي طلباتهم بالاكله دي. الاكله دي يعني بامانه ما فيش حد بيشوفها الا ما نفسه بتروح عليها، وريحتها بتجيب اخر الشارع، سواء في محلات سواء في بيوت سواء في اي مكان. ريحتها وحدها كده تناديكي وتعرفك هي اكلة ايه. بصوا على كمية البصل اللي انا يعني قطعتها كده وشوحتها لغاية يما نشفت واحمرت خالص كده. الاكلة دي بصوا يعني الطبق منها لو هتجيبوها من بره بتتكلف حوالي 10 جنيه 15 جنيه. بنعملها في البيت بأقل تكلفة، يعني ممكن بتمن طبقين منها نعمل الأكلة كلها كاملة وبكميات وفيرة ومشبعة، وطبعا أنضف وأحلى وأحسن من بره 100 مليون مرة. فهنا كده بصوا بعد ما شوحت البصل في مكان البصل عملت الشعرية وخدت جزء من الزيت بتاع البصل وحطيته في حلة كده على جنب، وسلقت العدس ابو جبة. طبعا عرفتوا انا هعمل ايه. تمام كده. الاكلة دي بصوا هعملها لكم في حلة واحدة، مش هتاخد وقت معانا خالص، وكمان هتطلع نتيجتها حلوة جدا، وهتكون كل حاجة فيها مفلفلة وحلوة، وكأنك عاملاها كل حاجة لوحديها. بس احنا اختصارا للوقت وللمجهود في غسيل المواعين فهعملها لكم في حلة واحدة، واتبعوا الخطوات كده وهتطلع معاكم زي الفل وزي العسل كده. وجربوها ان شاء الله بإذن الله وهتعجبكم. في ناس كتير عارفة الأكلة دي ان ممكن تتعمل في الحلة كده واحدة، وفي ناس كتير انا كنت عاملاها برضو فيديوهات قبل كده جات لي اسئله ان هي ممكن تعجن في بعضها، ممكن مش عارفه ايه. بصوا اتبعوا الخطوات واحدة واحدة كده وهتطلع معاكم زي الفل كده زي ما انا عاملاها، وهوريكم نتيجتها في الفيديو في الاخر. بصوا مفلفلة خالص وزي الفل. تمام. طبعا لسه الناس محتارة انت هتعملي ايه. انا هعمل معاكم الكشري المصري، بس الكشري في الحلة الواحدة. بصوا بعد ما حمرت البصل وخدت جزء منه في حلة تاني وصفيت البصل خالص وحطيت حمرت الشعرية، هادي برضو للرز كده تشويحتين كده تتشمع بالزيت خالص، وهنزل عليها بالمكون الثالث اللي موجود عندي. خليكم بس انتم مركزين معايا انا بعمل ايه، وان شاء الله الاكلة دي هتعجبكم جدا جدا، ومن غير ربكة مواعين ومن غير غسيل مواعين كتير ومن غير ايه ما نعك الدنيا، وكله هيطلع في حاجة واحدة. وكمان ما فيهاش مادة دهنية كتيرة، يعني كمية البصل اللي حمرنا بيها هي اللي عملنا بيها كل المكونات، هي ما زودناش ولا حتة. فبصوا هنا برضو بعد ما شوحت البصل الرز اسفة وتشمع، حطيت المكرونة بتاعتي وبعد ما شمعتها برضو تشويحتين كده واتغلفت من الزيت ضفت العدس بتاعي اللي بجبة. في ناس هتقول لي كشري اسكندراني، لا مش كشري اسكندراني، هو الكشري المصري بس كشري الحلة الواحدة. تمام كده. اخر حاجة هنضيفها للناس اللي بتقول بتعجن، اتبعوا الخطوات يا جماعة، هي مراحل، مش تضيفوهم كلهم مرة واحدة على ان هنعملهم في حلة واحدة وخلاص كده يبقى خلصنا. لا طبعا اعملوا الخطوات واحدة واحدة كده. وعايزة اقول لكم كده في اقل من نص ساعة الاكلة دي هتكون جاهزة وهتكون بكميات وفيرة. واهم حاجة التقليب فيها وهي على النار، والنار تكون مهدياها.
بعد ما خلصت كده تشويح الرز الشعرية والرز والمكرونة، نوع المكرونة الاسباجيتي حطيته كده من فوق على وش الحلة، ما قلبتهوش وسط المكونات دي ولا حاجة. وبعد كده ضفت مية مغلية من الكتل وهغمرها كده، يعني كانت المية كده مش كفاية معايا، فانا جبت لها شوية مية كمان كمالة. هنا كمان جبت توم كنت فرماه في مع فلفل حامي، وبدأت شوحته كده في الزيت، واول ما بصوا ريحته طلعت كده ولونه اصفر، زودته كده يعني 3 4 معالق من الخل، وقلبته كده. واول ما تشكشك وتبدأ تتشرب الخل بتاعها، هروح ضيفه لها تسبيكة الطماطم. وهنا على عين تانية ضفت مية مغلية، وضفت معلقة من الثوم، وضفت عليها كمون وكزبرة وشطة وخل، نص كوباية من الخل. وهنا الطماطم اهو عصرتها وحطيتها على الثوم اللي كان بالخل. وبصوا عايزه اوريكم الكشري مفلفل ازاي، وبصوا الحبه بحبايتها كده وزي العسل. بصوا مفرفر ازاي ومفلفل ازاي، ولا واحده ماسكه في التانية. والرز لوحده بالشعريه، كأني بصي كأنك انتي عاملاه كل حاجه في حله لوحديها ومجمعاهم في الاخر. الناس اللي بتحمر المكرونه بيخلي الكشري غامق، لان انا عملتها فعلا قبل كده في القناه كذا مره، والناس قالت لي ان اللون الكشري بيكون غامق وما بيكونش حلو زي المحلات. المكرونه ما بتتحمرش، المكرونه يا دوبك تشميعه كده، يا دوبك تحصل الزيت ونعمل لها التشميعه بتاعتها. بصوا اهو خطوات الدقه او الدجه زي ما بنقولها بالصعيدي. اهو حطيت في المية المغلية توم وفلفل، وبعد كده دي البهارات اللي انا ضفتها للتسبيكة او للصلصة بتاعة الكشري. حطيت بابريكا، وحطيت جنزبيل، وحطيت فلفل اسود وكزبرة، وحطيت مكعب واحد من المرق، مكعب الماجي. حابة تضيفيه براحتك، مش حابة خلاص. انا بحب اضيفه كده تعزيز للنكهة. بصوا التوابل كده اهو، علشان لسه ما كانتش الصلصة كده بدأت تغلي فعملت كتل، فبرضو لما تجلبيها هتفك معاكي. بصوا اهو بعد ما بدأت اغرف برضو على اخر الحلة برضو كله مفكفك وحلو وزي الفل. انا كنت غرفت هنا اهو ونزلت لجوزي وكان معاه ناس، وهنا برضو بغرف لولادي. بصوا لاخر حباية في الحلة، يعني مفلفلة وحلوة، ولا ماسكة في الحلة ولا اي حاجة خالص. وعاملاها في الحلة الاستانلس للناس اللي كانت بتيجي تكتب لي في التعليقات او تقول لي لا ده الاستانلس بيمسك في الاكل وبشيط الاكل ومش عارفه ايه. لا ابدا، خالص خالص خالص. الاستانلس طالما نوع نظيف والقاع بتاعه سمكه حلو وتقيل وخامته حلوه، فبيبقى ممتاز. بصوا انا كنت كده عاينه شويه عدس بجبه كده على جنب، برضو زودتهم عليهم من فوق. والبصل المحمر بصوا ما شاء الله عطت جرمشة حلوة جدا وناشف ومش شارب زيت ولا حاجة خالص. تمام كده. بصوا اهو التقديم في الاخر، حطيت الكشري وزينته، وزودت كمان من الدجة بتاعت الكشري ومن الصلصة بتاعت الكشري اللي حابب يزود. وكانت طريقتي دي في الكشري الحلة الواحدة. وطبعا لو وصلتوا للحتة دي من الفيديو، يا ريت ما تنسوناش في دعوة حلوة لستي، وكمان تضغطوا اللايك. استودعكم.